السلام عليكم. في البداية نصلي على النبي كده ونسمي الله وتعالوا نشوف الحكاية مع بعض. الفيلم بيبدأ بمحمود، شاب لسه صاحي من النوم، بيجيله مكالمة من الشغل، بيكلم مدير البنزينة وبيقول له: والله يا فندم أنا آسف جدا إني ما جيتش النهاردة البنزينة، بس أصل عندي بس حالة وفاة. يا ريت يسيبني بس لو اتأخر شوية، بس ما تقلقش أنا كده كده جاي. الحالة الوحيدة اللي أنا مش هاجي فيها أكون اتعميت، في الحالة ديت مش هاجي خالص، إنما غير كده أنا موجود على طول، ما تقلقش خالص. بعد كده الفيلم بياخدنا لنضال، مدير في شركة كبيرة واقف مع واحد من الموظفين بيشتكي له إن في مشكلة كبيرة في الشغل. نضال بكل ثقة بيقطع كلامه وبيقول له: أنا مش موجود هنا على الفاضي، أنا اللي هقابل المندوب الصيني بنفسي. وفعلا بيقابل المندوب اللي جاي من الصين عشان يتمموا صفقة شراكة كبيرة بينهم. وبعدها بنرجع تاني لمحمود في البنزينة، صاحبه بيطمنه على الراجل اللي اداله فلوس علشان الفيزا اللي هو عايز يسافر بيها، وبيقول له: الراجل دوّة بيصلّي وعارف ربنا، اوعى تشُك فيه أبدًا. محمود بيرُد عليه وبيقول له: يا عم أنا ما ليش دعوة بالكلام دوّة، أنا عايز الفيزا ديّة، أنا مستلف تمنها من كل الناس، وبقى لي سنين باحوّش الفلوس ديّة. على الناحية التانية بنرجع لنضال تاني، شوقي اللي هو في الشركة معاه بيقول له بخُبث كده شوية: على فكرة الوفد الصيني المرّة الجاية هييجي كُلّه، مش هيبقى مندوب واحد وخلاص، فلازم محمود صاحب الشركة ديّة واللي هو عامل لك توكيل يكون موجود بنَفْسه علشان يتمم الصفقة. بعدها بنشوف محمود اللي هو محمود التاني قاعد في كافيه شيك بيكلم بنت أجنبية. الجرسون بيدخل عليه وبابتسامة بيقول له: على فكرة أنا سمعتك وأنت بتقول إن النهاردة عيد ميلادك فجبت لك الهدية ديت. وفي نفس الوقت نضال بيقابل محمود اللي هو كزبرة في البنزينة وبيتعرف عليه. محمود الأولاني اللي هو كزبرة بيعرض عليه بضاعة وبيقول له: ممكن أبيع لك حاجة كده يا سعادة الباشا؟ أنت شكلك ابن ناس ومحترم وهتنفعني النهاردة. نضال بيبص له باستغراب وبيقول له: يا ابني أنا مش فاهم أي حاجة من اللي أنت بتقوله. محمود بيرد بسرعة وبيقول له: بُص أنا اسمي محمود مصطفى خلف. نضال بيتصدم وبيقول له: إيه؟ وبيدرك إن هو نفس الاسم الثلاثي بتاع محمود التاني اللي هو صاحب الشركة، واللي هو برضه يكون اسمه محمود مصطفى خلف. نضال بصوت واطي بيقول له: آه ده أنت لقطة، بس من غير ما بيسمع. وبسرعة بيطلّع كارت وبيقول لمحمود: خُد الكارت بتاعي وأنا هاشتري منك كل البضاعة ديّة، وبيدّي له شوية فلوس حلوة وبيسيبه وبيمشي. بعد كده محمود بيرجع الحارة بتاعته وهو مخضوض وبيقول لصاحبه بقلق: اوعى تكون قُلت لأي حد على موضوع الفيزا دوّة، الناس كلها تجرّسني وتفضحني. صاحبه بيرد بكل ثقة: لأ عيب عليك، أنا ما قُلتش لأي حد خالص. بس في الحقيقة محمود بيمشي وكل الناس عمّالة تقول له: شِد حيلك يا شاطر في النصباية اللي أنت شِلتها. محمود بيبُص لصاحبه وبيقول له: على فكرة أنا قُلت لواحد بس وهو اللي تلاقيه فضحك كده. بتشوف محمود التاني في بيته قاعد بيكلم سيري اللي هي الAI بلهجة حزينة، وهو بيقول لها: ليه ما حدش من صحابي قال لي كل سنة وأنت طيب؟ اشمعنى الجرسون هو اللي افتكرني؟ سيري بترد عليه بكل بساطة وبتقول له: علشان انت ما عندكش اي حسابات على السوشيال ميديا، لا فيس ولا انستا ولا سناب شات ولا اي حاجة، ولا حاطط صورك في اي حتة، فطبيعي محدش هيفتكر عيد ميلادك. محمود بص للسقف وبيقول لها: طب ممكن عيد ميلادي الجاي تفكريني؟ وبعد كده محمود الاول قاعد زعلان في البيت مخضوض بسبب موضوع الفيزا اللي باظ، والناس عماله تضغط عليه وبتقول له: احنا ملناش دعوه اتنصب عليك ولا ما اتنصبش عليك، احنا عايزين فلوسنا اللي انت استلفتها مننا. محمود بيروح فرح صاحبه، وصاحبه بيقول له إن هو عايز يتجوّز البت ديّة، بس هي دماغها مقفّلة على شوية حاجات تافهة، وبيقول له: خُش اقنعها. محمود بيدخل بيقنع العروسة، وفي نفس الوقت محمود التاني في كاباريه قاعد بيسهر وبيقول للمنظم بتاع المكان: بُص البنات ديّة اللي هناك هتقدّمهم من الأوحش للأحسن، ورقم 7 و6 تقدّمهم في الآخر، علشان دول أجمل اتنين فيهم، ولازم كل شاب هنا يبقى معاه بنت علشان يدفعوا. محمود الأول بقى بينجح إن هو يقنع العروسة، وكمان بيقدّم عصام صاصا في الفرح. وبعد كده بياخد حبيبته شيماء على جنب ويقول لها: ما تسيبك بقى من الغم والنكد ده كله، خلينا نفرح باللحظة ديت. شيماء بتبص له وبتقول له: احنا هنتجوز امتى وهنتخطب امتى والحاجات دي كلها هتحصل امتى؟ انت مش جاهز خالص يا محمود. وبعدها بنشوف محمود التاني خلص السهرة بتاعته، بيقعد مع نضال وبيقول له باستغراب: انت عايزني اقابلهم ليه؟ نضال بيرد وبيقول له: علشان نعمل صفقة كبيرة في الصين. محمود التاني بيرد وبيقول له: انا ضد الصفقة دي لانك عايز تغلي الاسعار، ولما تغليها الناس هتسيبنا وتمشي وتروح لغيرنا. نضال بيقول له: يا عم وانت ايه اللي فارق معاك، ما انت كده كده مرتبك ثابت. نضال بيتضايق جدا وبيفتكر في اللحظه ديت الواد بتاع البنزينه اللي كان اسمه محمود برضه، نفس الاسم الثلاثي. وبعد كده محمود في البنزينه مع حبيبته شيماء، شيماء بتبص له وبتقول له: على فكره بقى انا متقدم لي واحد وهيخطبني. محمود بيرد عليها بيقول لها: ده ميكانيكي يخطبك ايه بس، هي دي اخرتها وهيقدر يعمل لك حاجه؟ شيماء بترد عليه بتقول له: ماله الميكانيكي، ما هو كسيبه على فكره يا محمود، انت عمرك ما هتبقى حاجه وسط الناس ديت. في اللحظه ديت نضال بيدخل عليه وبيقول له: مساء الخير يا محمود. محمود بيرد وبيقول له: بص سعاده الباشا لو جاي ترجع اللي انت اشتريته معلش ما عندناش حاجه بترجع. نضال بيرد بسرعه وبيقول له: يا ابني ترجع ايه بس، اركب معايا. محمود بيرد عليه بسرعه: بس الشغل. نضال بيقول له: انت هتستقيل من الشغل دوت دلوقتي، انا جايب لك مصلحه بمليون جنيه. شيماء بقى بتنادي عليه بتقول له: يا محمود يا حبيبي. محمود بيرد عليها بيقول لها:
حبيبِك إيه بقى، خلّيكِ مع الميكانيكي، وركب مع نضال ومشي. نضال بيبدأ يفهّمه الفكرة، وبيقول له إن هو يدخل مكان محمود الأولاني عشان يتمم الصفقة مع الصين. محمود بيرد بسرعة وبيقول له: "يا باشا أنا ما بافهمش أي حاجة في التجارة." نضال بيرد عليه بسرعة وبيقول له: "هتاخد 1,000,000 جنيه." محمود بيرد بسرعة وبيوافق. بعد كده نضال قعد مع شوقي وبيقول له هو محمود هيعدي كده إنك تدخل واحد مكانه وينتهي شخصيته. نضال بيرد بسرعة وبيقول له: يا ابني ده واد كسول، لا بيحضر ولا بيعمل أي حاجة، طول اليوم سهران وخلاص. وعلى فكرة أنا خططت للموضوع وعارف أنا هعمل إيه كويس. قفلت كل حساباته في البنوك، وكمان هقفل خط التليفون بتاعه، مش هيعرف يكلمني. لما يجي يروح الشركة عشان يطمن الأمن هيوقفوه، وطبعا لما يعترض هيجي البوليس ونعمل له محضر تعدي. وعلى فكرة هو عامل لي توكيل عام. شوقي بيقول له: طب ممكن واحد من قرايبه يجي ويظهر؟ نضال بيقول له: يا ابني ده مقطوع من شجرة، قرايب ايه بس، انا خططت لكل حاجة. نضال بياخد محمود لمكان تاني خالص. محمود بيقول له: سعادة الباشا انا عايز بيت يكون جنب المترو عشان اعرف اتحرك. نضال بيقول له: يا ابني انت عندك دلوقتي اغلى عربيات، مترو ايه بس. محمود بيقول له: وايه الصوت اللي شغال في البيت نضال بيقول له: دي سيري، حاجة كده زي الاي اي بتكلمك. بعد كده محمود صاحب الشركة راح الشركة فعلا، بس الامن طرده وراح على الاسم. نضال بيدخل الاسم وبيقعد يتكلم معاه، وبيقول له: بص، تتكلم بأدب أول حاجة وتفهم المطلوب منك. انت لازم تختفي من الشركة دي خالص، لو عايز تخرج من هنا ما تفتحش بقك بجنيه. محمود بيوافق وبيخرج على شرط ان هو ما يتكلمش خالص ولا يقرب من الصفقة. على الناحية التانية بقى محمود بيروح البنزينة. محمود بيرجع البنزينة تاني بياكل كشري، وصاحبه بيقول له: يا ابني انت عليك فلوس كتيرة جدا. محمود بيرد بسرعة وبيقول له: يا ابني فلوس ايه بس، دي العيشة بقت معدن خلاص وهبقى مليونير. بنشوف محمود التاني خارج من القسم وليه بنت شباب بيعكسوها. محمود بردة فعل سريعة طبعا بيقول: ينفع اللي بتعملوه ده يا شباب؟ واحد منهم راح ضربه بالقلم. محمود بيرد بسرعة بيقول له: لا ما تعصبنيش احسن لك. وبدأ يضرب فيهم كلهم. فالبنت بتقول له: كفاية انت هتموتهم خلاص. محمود بيرد بسرعة بيقول لها: آسف أنا فقدت أعصابي. البنت بتقول له: وأنت اسمك إيه؟ بيقول لها: محمود، وخلّي بالِك من نَفْسِك. وبدأ يمشي كده، راحت عربية خبطان طيارة خالص. في الناحية التانية نضال بيدخل على محمود ولقيه خَد على البيت خالص، حتى الAI خلّاها تتكلم بلغته وبلهجته. ونضال بدأ يجهّزه علشان يبقى شبه محمود الأصلي، ويجرّب عليه كام هدوم علشان يبقى شبهه. وبعد ما محمود التاني خبطته عربية وعمل حادثة، بيصحى كده بيلاقي نَفْسه في بيت شعبي، وسامع طفل صغير بيقول: الراجل صحي، الغريب الجديد ده صحي. وطلع ده بيت البنت اللي محمود دافع عنها. محمود بسرعة بيقول: هو أنا فين؟ البنت بترد عليه بسرعة وبتقول له: يا ابني انت في ايه، انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ محمود بيرد بسرعه بيقول لها: لا انا فاكر كل حاجه، انا امبارح انقذت بنت وكده. محمود بيقول لهم: خلاص انا همشي بقى يا جماعه، بس انا ما معيش فلوس بتاع التاكسي. فاول بنت بيديله فلوس وبيقول له: طيب يا عمي هبقى ارجعهم لك. محمود بيركب تاكسي وبيمشي. تاني يوم بقى بيقابل نضال علشان يعملوا الاجتماع الصيني. نضال بيسأله: انت حافظ الكلام؟ بيقول له: اه طبعا، ده انا كاتبه على ايدي كمان. محمود بيدخل الحمام وبيغسل وشه، وبدأ يتقن شخصية محمود التاني قدام المراية. ولما بيخرج الكلام اللي على ايده بيتمسح. الاجتماع الصيني بدأ ومحمود عك فيه على الاخر، وبدأ نضال يزعق له. وواحد كده من الشركة ظهر لمحمود وقال له: الراجل شوقي ونضال بيسرقوك. محمود الاولاني بقى بيكشف لريم ان شعبان اللي هو شغال مع ابوها نصاب، وبتقول له ان هو شغال معانا بقاله فترة ومستحيل يعمل كده، بس هو بيأكد لهم ان هو نصاب، وفعلا بيتأكدوا ان هو نصاب. محمود بقى بيقول لها ان البيت عندكم وحش قوي. ريم بتقول له ان في شقة تانية في وسط سطوح، وبيبدأوا يظبطوها له وبيخرجوا مع بعض، وبتحكي له ان هي كانت ميك اب ارتست. اما محمود الاولاني بقى بيبقى خارج مع مريت، وبتقول له: تعالى نخرج ونطلب سوشي. فبيقول لها: انا هوديك مطعم جامد احسن من السوشي. الاتنين بيتقابلوا في نفس المطعم وبيتقابلوا في الحمام. ومحمود بيستغرب ان هو عنده نفس الجاكيت. محمود بتاع البنزينة بيروح لصاحبه اللي كان شغال في البنزينة وبيعرفه ان الفلوس اللي راحت منه بسبب الشركة اللي هو دلوقتي بيحاول يخلص لها الحوار. محمود بقى في الحارة الشعبية بيصلح لاب لمنى، وبيحضنها وبيقول لها: انا عرفت فكرة علشان اقدر ادخل على اللاب بتاع الشركة. وبيبقى عايز يروح البيت بتاعه اللي هي الفيلا بتاعته الأصلية. فبيروح هو وريم. محمود بتاع البنزينة بيكتف ريم وبيقول له: انت جاي تعمل ايه هنا؟ ريم بتقترح عليهم ان هم يتفقوا على نضال ويحلوا المشكله. محمود بيتكلم مع ماريت وبتقول له ان هي كانت المفروض بتراقبه، بس لما قربت منه لقيت ان هو شخص كويس. محمود الاصلي بيقعد مع ريم وبيقول لها: انا مش زعلان ان انا فشلت. بعدها محمود وماريت وريم بيتفقوا على خطه عشان يكشفوا نضال. وبداوا الاربعه يتقابلوا، قالوا ان احنا هنعمل خطه هنجيب ناس من الصين بدل الصينيين الاصليين. ومحمود الاصلي يخش عليهم ومعاه جهاز تسجيل يبقى في الهدوم بتاعته، ويقول لهم في نفس الوقت محمود اللي هو كزبرة المنتحل الشخصية إن الأصل هيجي ويسجل الاعتراف. فبدأ نضال يقول له: تمام، خليك مجريه كده في الكلام وأنا هعمل إن هو بيسجل لي، بس في نفس الوقت هغير مكان الصفقة خالص. قال له: اه تمام، بس خلي بالك بقى المليون اللي كنت هتديهم لي يبقوا اتنين.
وبعدها بقى بنشوف محمود وهو بيتفق مع محمود التاني على الخطة الأصلية وبيقول له على فكرة أنا ما بيجيليش فرص زيك كده كل يوم، إحنا ناس فقراء فلازم نستغلها. فبدأ بعدها يقعد مع ميريت، فميريت بتقول له أنا منبهرة بيك لما عرفت حقيقتك إنك فقير وعملت كل دوت، البنت دايما بتحب الولد اللي بتتحمي فيه وأنت فيك كل دوت. وكان على الناحية التانية محمود الأصلي بيقول للبنت الشعبية اللي هو عارفها أنا عمري ما تخيلت إن ده هيحصل لي بس أنا بحبك. بعد كده جه وقت الخطة بنشوف نضال قاعد وما معهوش مترجم لأن شوقي صاحبه مش موجود أصلا، ومحمود بيروح مكان الاجتماع ما بيلاقيش حد وبعد كده بيغيروا مكان الاجتماع فعلا علشان يلاقوا كل الناس مستنياهم هناك، الاتنين محمود والبنتين. وبعدها بنشوف فلاش باك ان موضوع التسجيل دوت محمود اللي هو الفقير قال له الموضوع دوت مش هيخيل عليه لانه بيحصل في الافلام، بس انا عندي خطة حلوة، احنا نخطف المترجم شوقي والصينيين دول وانا هجيب لك ناس معينة وفي وسطهم انت تخش شركة ونقفشه متلبس واللي هنوديه ترجم مكان شوقي هتكون صاحبتك اللي هي من الحارة الشعبية. وبدأ محمود يبص لنضال ويقول له شفت بقى، حبيت تجيب واحد مكاني اهو انا وهو اتفقنا عليك وكمان مش كده احنا معانا الكبيرة خالص. ودخلوا البوليس قبض عليه وبعدها بنشوفهم الاتنين بيتفقوا على الفلوس ان هما يعملوا بيها مشروع بدل ما كان بيدي الناس فلوس قصاد اقساط او فوايد هيدي للناس فلوس للمشاريع الصغيرة ويشوف كام واحد يستحق الرقم دوت فعلا. والاتنين اتفقوا على المشروع فعلا وبعد سنة كانوا راكبين طيارة فبيركبوا الطيارة وبيقولوا المضيفة هو ازاي الرحلة ديت في اي بي وقدامها 4 ساعات وتوصل احنا نقل لعب عن الوزراء، ممكن تنادلنا الكابتن. فبيدخل عليهم الكابتن نور النبوي اللي كان معاهم في الحريفة وبيقول لهم اهلا وسهلا معكم الكابتن محمود حلفاوي وقال لهم نفس اسمهم الثلاثي. وده كان نهاية الفيلم، اتمنى لو الفيلم عجبكم متنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان افلام تانية كتيرة والسلام عليكم.